طقس شعبي جميل دائما بيواكب احتفالنا بالمولد النبوي الشريف. ما زلنا معكم مشاهدينا واجواء الاحتفال. كنا مع الانشاد الديني وهذه الاصوات الملائكيه الجميله من فرقه سوار الياسمين، والان مع زفه المولد. هذه الزفه اللي احنا دائما طقس بيتكرر، هل ما زالت موجوده وحاضره في حياتنا كما كانت من قبل؟ شكل هذه الزفة كيف يكون؟ ما هي نقطة البداية؟ هذا الطقس كيف يمكن أن يقدم ويبهر الناس ويبهر من ينتمي إليه؟ توقف كثيرا عند زفة المولد من خلال ما قدمه دكتور نبيل بهجت، وهو مؤسس مركز خيال الظل وأستاذ المسرح بجامعة حلوان. اسمحوا لي في البداية أرحب بيه. أهلا بيك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. وأبارك، يعني بقول لك كل سنة وأنت طيب. ومعرض فوتوغرافي جميل جدا موجود الآن في قبة الغوري، وهتنقل بيت السحيمي إن شاء الله، وسوف ينقل إلى بيت السحيمي. اللي حابب يعرف ويتعرف على هذا الطقس الجميل من خلال صور فوتوغرافية يستطيع أن يشاهد هذا المعرض. في البداية واحنا بنتفرج على الفاصل قلت لي عايز اقول كده ايه الربط ما بين حلاوه المولد ويوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انت عارف الاحتفالات دي ليها موروث قديم ممكن من ايام الفراعنه. يعني اي حاجه شعبيه ما مش حد بيجي يقرر يقول النهارده احنا هنعمل ده، لا ده تراكمات. تمام. حتى عروسه مولد النبي هتلاقي الوجه بتاعها شبه الايقونه القبطيه. تمام. يعني في تراكم حتى من الحضاره الفرعونيه القديمه، من الحضاره الفرعونيه القديمه جدا. وساعات التراكمات دي بتاخد الدين في سكه تانية غيره. يعني انا زعلت قوي لما شفت المقدمه فاصل اساسا لا ينتمي الى الدين الاسلامي ولا ينتمي للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاحتفال بمولد النبي مش يعني ان احنا يعني انت حضرتك مهتم بالطقس الشعبي، انا مهتم بتوثيقه. ده موجود في المجتمع المصري، لكن في شطط في بعض الاحيان. بالظبط، في شطط بيخلي المجتمع يرفضك، المجتمع المحافظ يرفضك، ومعظم المجتمع المصري متدين. رايك بيتمثل في ايه الشطط ده قبل ما نتكلم عن المعرض؟ الشطط في المغالاة، في انك بتنزل السلطه الالهيه بتحطها في ايد بشر. خلاص. شيوخ بيبداوا يوهموا الناس بخرافات، وبنبدا نطلع بالدين لحاله يحيى حقي في حاله قنديل ام هاشم. ومش ده المطلوب، مش مطلوب ان احنا نرجع الناس وعشان يحيى حقي يصحى تاني ويكتب قنديل ام هاشم ونطلع، لا ده المطلوب نوظف الحاله الجماليه بس. والمطلوب ان احنا ننبه الناس على الاخطاء الكثيره اللي عملها الجهل. الله يرحمه الامام المراغي قال استاذنا هيكل: نريد ان نرفع بصمه الجهل من على جبين الشريعه. يعني في تراكمات حصلت وتدخلات عايزين ننقيها. وزعلت جدا من ان يجي الاحتفال كخروج بشكل وثني. طب نتكلم، بلاش نكبر هذه المسألة، نتكلم في الإطار الطقس الشعبي، لأن فيه بالفعل طقوس شعبية جميلة يجب حتى على يعني الفنان والمبدع والكاتب المسرحي وحتى عالم الاجتماع إنه يرصد مثل هذه الطقوس الشعبية. عايزين نتكلم عن زفة المولد، نعرف السادة المشاهدين يعني من خلال الصور الفوتوغرافية، واحنا حالا هنعرضها على الهواء مباشرة، ازاي بيتم ملامح اهم المفردات في هذه. واهم حاجه ان احنا نعرف الساده المشاهدين احنا ليه تم اهتمامنا بزفه المولد. اولا مش عشان نروج لاي فكره من الافكار، مش عشان نروج لمذهب من المذاهب، احنا بنرصد طقسيه. تمام. وممكن الطقسيه تبقى غير متداخله مع الدين الاسلامي غير في التاريخ. يعني ما لهاش علاقه، ما حدش امر انها طقسيه الشعب من تراكمات خبرته بدأ يعملها. تمام. لكن هي لا تنتمي الى الدين الاسلامي بامر من الاوامر. لكن عايزين نتكلم على حاجه. احنا معانا صور حتى نعلق عليها دكتور نبيل بعد اذنك. دي صور يعني دي حاجه بالكاميرا الخاصه بتاعتك بالظبط. دي حاجه من حاجات الاضاءه، ازاي ان الفنان الشعبي قادر يستخدم اضاءته ويعمل حاجه من حاجات تشكيل الاضاءه مع الظلام بحيث انه يبهر الاخر. يعني تمام. حاله تلقائيه جدا، حاله تلقائيه جدا، وفيها قدر عالي من الجمال. يعني حتى اللي هيسير في شوارع القاهره هيلاقي الجوامع كلها والمساجد مزينه باضاءات والوان. الواحد مش نفسه تبقى مساله الجوامع بس، ده نفسه في شكل تلقائي وفطري وعفوي. تمام. والصوره دي صوره كان ناس بتستعد. يعني ده عازف المفروض انه عازف درامي او عازف طبله تلقائي فطري، او في اي مكان في العالم كان تم الاحتفاء بيه. تمام. وتحول لفلوس. هذا الرجل تحول لفلوس. تمام. معنا صورة أخرى. دي بداية الزفة. الزفة أساسا ليها حدث مسرحي. بمعنى الزفة حدث مسرحي بتبدأ من جامع الجعفري وبتنتهي عند مسجد الحسين. تمام. بيبدأ الناس تتجمع من بعد صلاة الظهر تقريبا، ومعاهم الأعلام
اعلامهم بالوانهم المختلفه، وبيبداوا معلش يمارسوا. اسالك ايه دلاله الاعلام او الرايات اللي بيرفعوها؟ يعني الالوان وتنوع هذه الالوان ودلاله هذه الاعلام ايه في رايك؟ في رايي من الناحيه الجماهيريه ولا من الناحيه الدينيه السياسيه؟ لان من الناحيه الجماهيريه من الناحيه الجماهيريه انا هقول لك ان في تشكيل مع الفراغ خلاص، ان بشكل فطري وعفوي وتلقائي بيقول لك ان البني ادم المصري عنده كميه ابداع بحيث انه يحول شارع الدراسه والازهر والحسين لكرنفال خلاص، ومعاهم كل مجموعه معاها مخرج ومعاها مخرج منفذ بحيث انهم ينظمهم مسرحي بكامل عفوي، يعني ومعاهم اخراج تلقائيه ومعاهم المزيكا بتاعتهم. تمام. ان وده انا حتى شايفين مجموعه آلات شعبيه. ايوه هو بالظبط، ادي الآلات الشعبيه، وعندهم كل مجموعه عندها الايقاع الخاص بيها اللي بيملى مساحات السكون، وكل واحد معاه ادوات الصوت حتى. معانا مجموعه بالظبط. بيحصل نوع من الترتيب او نوع من التنسيق ما بين مثل هذه الوفود او الجموع اللي بتتحرك في الزفه من جامع الجعفري حتى جامع سيدنا الحسين، يعني بيحصل نوع من هو في اتفاق غير معلن بينهم ازاي الامر ده يتم. بيفهموا بعض بلغه يعني بالعين مثلا يعرفوا ده هيتكلم ده هيبتدي امتى يعني. هو في اتفاق غير معلن بيتم ازاي ان كل مجموعه ليها زي هقول لك مخرج منفذ. تمام. كل مجموعه دي مجموعه ممكن تبقى 1000 واحد. تمام. بس كلهم باصين عليه وشايفينه، وفي اتفاق مسبق، مش في بروفات تم الاعداد ليها، بس في اتفاق مسبق على خط السير هيبقى ازاي. فبعد صلاه بعد صلاه الظهر بيبدا الناس تتجمع. يعني احنا اللي بيتقدم المشهد دلوقتي في هذه الصوره هو اللي بينظم، يعني هو اللي بينسق؟ لا، اللي مدينا ظهره هو اللي بينسق، يعني في واحد مدينا ظهره هو اللي بينسق، وده بيعمل ايقاع المشي بالايقاع بتاعه بالطبقه بتاعته، بيعمل ايقاع المشي. تمام. اللي مدينا ظهره ما بقاش، معلش عفوا في المقاطعه، ما بقاش في نوع من الانشاد خلال في نوع من الانشاد يعني في بيحصل. ايوه في ناس بتستخدم الانشاد وخلاص طبل بس ومعاه سكريبت على فكره. يعني النهارده لاحظت النهارده كان زفه، يعني كان يوم مجهد بالنسبه لي ان انا فضلت اصور من الصبح فيديو وفوتوغرافيا وكده، معاهم سكريبت. يعني حاله مسرحيه فيها كل مفردات المسرح. تمام. مع كوني ان انا كنبيل شخصيا برفض حاجات فيها من الناحيه العقديه. تمام. يا ريت بس الصوره تكبر ان الصوره ديت ده حد ماسك علم وواخد مساحه في الفراغ هو لوحده بيشكله بحيث انه بيلف، والعلم بيتفرد، العلم مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام. وبيتقدم مجموعته كاشاره لبدء ان المجموعه دي هتتقدم، ودي لغه، يعني الاشاره بتاعته ودورانه حوالين امام المجموعه دي لغه مسرحيه بيستخدم فيها الجسد. الزفه اللي احنا شايفينها هي دي الزفه الوحيده اللي بتكون موجوده في القاهره، ولا هي المعروفه من الامام الجعفري من جامع الامام الجعفري حتى وفي زفه، ولا في انواع اخرى او اشكال اخرى؟ في حاجات اخرى على المستوى الشعبي. تمام. ولكن على المستوى الجمالي انا في بحثي يعني وفيها انا ما لقيتش حاجه زي زفه مولد النبي وبتطلع. اكتر حاجه شدتك في زفه مولد النبي؟ اكتر حاجه الالوان وتعامل الناس مع الفراغ. وتعامل الناس مع الفراغ زي ما قلت لحضرتك. الشارع اللي هو شارع الدراسه وشارع الازهر والحسين، ازاي الناس بتتعامل بنظام المصريين اللي احنا بنقول عليهم مش منظمين. الناس دي كلها مش متعلمه. ايه اللي قادرين يعملوا حاله نظام مش محتاجين فيها عسكري مرور. تمام. اذا اعتبرنا زي ما حضرتك بتقول ان دي حاله مسرحيه وفي مخرج منفذ وفي بدايه ونهايه ووسط، هو ده بقى اللي عايز اساله لحضرتك. يعني فكره الوسط وفكره المشهد الختامي او الوصول الى مسجد الحسين كيف بتتم، يعني ختام هذا الحدث المسرحي؟ بس عشان ابرئ ذمتي انا عايز اقول كلمه مزنوق فيها. اتفضل. انا كنبيل اؤمن انه لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مسجدي هذا مسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. تمام. انا بتكلم تاني بعيد المستمع، بتكلم على حاجه مسرحيه، بتكلم عن المنظور الجمالي بالظبط، نحط ما بين قوسين. ما بتكلمش على معتقدات ولا حاجه. بالظبط. الكلام ده كطقس شعبي ازاي نستفيد منه جوه الدراما كمان، ازاي نستفيد، بقى هيكون كلامنا كمان ازاي شويه نستفيد منه جوه الدراما كطقس جمالي او كحدث مسرحي زي ما حضرتك بتقول. ازاي بقى بحاله الوسط وحاله اولا بنبدا التصاعد في